أنا فخور للغاية أن أحرز في هدف في كأس العالم، وكما قلت صنعنا التاريخ. السلام عليكم متابعينا الكرام. خلق اللاعب المغربي حكيم زياش الاستثناء في كأس العالم قطر 2022 بتحطيمه أرقاما قياسية بعدما قاد أسود الأطلس للفوز على كندا ب2-1 والتأهل لثمن نهائي مونديال قطر. وسجل زياش الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 4، وصنع الثاني لزميله يوسف النصيري في الدقيقة 23. يوسف اضغط يا يوسف، هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي. عليها عليها محلاها الراية المغربية، عليها عليها محلاها الراية المغربية. في هذا السياق أصبح حكيم زياش صاحب أسرع هدف للمنتخبات العربية في تاريخ المونديال، كما سجل أيضا الهدف الأبعد للمنتخبات العربية من حيث المسافة، وذلك منذ نسخة عام 1966. كما أصبح حكيم زياش ثالث لاعب مغربي يسجل ويصنع في نفس المباراة بكأس العالم، وذلك بعد الثنائي مصطفى حجي وعبد الجليل في مونديال 1998. Congratulations حكيم. New generation, a new chapter. جيل جديد وفصل جديد سطره المنتخب المغربي الذين يرغبون بالفوز بشدة. لقد أنتم ترأستم المجموعة. نعلم من البداية بأن الطريق ستكون صعبة، لكن كما تعلم لعبنا بتكتيكاتنا وبذلنا جهدنا، بقينا جسدا واحدا وصنعنا التاريخ اليوم. كم أنت فخور اليوم حول هدفك الأول في المونديال؟ بالطبع أنا فخور للغاية أن أحرز في هدف في كأس العالم، وكما قلت صنعنا التاريخ. أخبرنا عن شعورك، حول شعورك تجاه ردة فعل المعجبين. انظر حولك، إذا نظرت إلى مباراتنا الأخيرة اليوم وانظر إلى حولك، وهذا كافي. شكرا لك. محلاها الراية المغربية، عليها عليها محلاها الراية المغربية. شكرا لك يا حكيم زياش. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.